لو شايف نفسك أتعس راجل في الدنيا علشان ربنا ابتلاك بست منكدة عليك، مش بتحترمك ولا بتقدرك وما عندهاش استعداد تفهم احتياجاتك ورغباتك، مش بتحس بيك، دايما تطلب طلبات فوق طاقتك، بتقارن بين حياتها وحياة اللي حواليها، عمرها ما بتقدر أي تضحية أنت بتقدمها لها. ده كلامك. طيب اسمع مني الكلمتين دول. أتعس راجل هو اللي عمره ما هيلاقي السلام في بيته. ليه؟ السبب بسيط. طول ما الست اللي معاك بتكون مرهقة عاطفيا وذهنيا وماديا، عمرك ما هتعيش في هدوء. الست اللي معاك يا عزيزي ما تقدرش تصنع السلام غير لما يكون حواليها راجل محسسها بالاحترام والأمان والحب. فالست هي أساس استقرار البيت. صدقني، الست طفلة تقدر تضحك عليها بكلمتين، هتلاقيها تغفر نزواتك وتسامحك وتساعدك بكل حب. فالسلام المنزلي أساسه مش الجدران والحيطان، أساسه طريقتك في معاملتك لشريكة حياتك. ما تخليش شريكة حياتك تفقد الأمل فيك، علشان في الوقت ده هتكون أتعس راجل في الدنيا. عايز تعيش في هدوء وسلام، وعايز الست اللي معاك تكون زي الستات اللي بتشوفهم بره، اشبعها واملى عيونها واحتوي إحساسها وقدرها. المعادلة بسيطة، وقد أعذر من أنصر.